خوتي، هذه قناتكم. أهداف المحترفين الجزائريين ديروا بوني وفعلوا والجفس دعمونا خوتي. أول خبر هو أن الكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوف يعلن عن البلد المنظم لكان 2025 مبدئيا في كيغالي الرواندية خلال أشغال الكونغرس الخاص بالفيفا 73، والذي سيقام يوم 16 مارس المقبل. يعني يوم 16 مارس المقبل يحد البلد المنظم بين الجزائر والمغرب والدول الأخرى، والجزائر والمغرب هم الأقرب، وإن شاء الله تكون في الجزائر. الحدث سيتم أيضا الإعلان فيه عن البلد المنظم لنسخة كان 2027 وتاريخ إجرائها كذلك. الخبر الثاني جاءنا من المغرب، وقالت الصحف المغربية أن السلطات الجزائرية جردت المصور الرسمي لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم من معداته الخاصة بالتصوير لتوثيق رحلة النادي الأحمر قبل مواجهة الشبيبة القبائلية الجمعة، وذلك برسم دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في جولته الثانية. وهذا وقالت أن السلطات الجزائرية في المطار رفضت الترخيص لمصور الوداد باستعمال المعدات لتوثيق رحلة الفريق. هذا مسلسل جديد وراه بدأ، وإن شاء الله ما يطولش بزاف، ما يلحقش حتى رمضان ولا يكمل حتى العيد الصغير. إن شاء الله يكمل بالخف. قالوا باللي رايحين يردوا له المعدات تاعو في يوم السبت كي يجيو رايحين للمغرب في رحلة العودة إلى المغرب. في نفس السياق ما زالت الاستفزازات مستمرة، وقالت إدارة الوداد أنه يمنع منعا باتا على الجماهير الدخول إلى المدرجات والانسياق وراء استفزازات جماهير شبيبة القبائل كما قالوا. لذلك تدعو الإدارة كافة الجماهير امتناع عن متابعة المباراة من المدرجات وعدم الضرر بسمعة الوداد كما قالوا. إذا هذا هو التوقيت في يوم الجمعة 17 فبراير على الساعة 8 بتوقيت الجزائر في ملعب 5 جويلية في دور المجموعات رابطة أبطال إفريقيا، وتكون منقولة على بي إن سبورت 4 بتعليق محمد بركات والقناة الأرضية الجزائرية. بالتوفيق للشبيبة القبائلية.